مساء الخير عليكم كلكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ احب اعرفكم بنفسي للناس اللي اول مره تتابعني او اول مره هيشوفوا الفيديو ده. انا هبه الخميسي. الفتره اللي فاتت انا كنت بنزل فيديوز خاصه بالمشاكل اللي ممكن بنحس بيها او بنواجهها في حياتنا او حوالينا بشكل عام، الاكتئاب او الوحده او التنمر اللي بنشوفه احيانا، او يعني حاجات كتيره قوي وازاي نطلع منها. وكنت بدي نصايح كتيره قوي، وعلى الرغم بكل النصايح اللي انا كنت بديها دي، وان انا بتكلم ان بلاش ندخل في مود اكتئاب وان نحاول نتبسط بحياتنا ونحب نفسنا يعني والحاجات الكتيره دي كلها، ان ده مش معناه ان انا ممكن ما يجيليش اكتئاب او ان انا ما ادخلش في مود اكتئاب او ان انا ابقى متضايقه او ان انا جوايا مثلا نيجاتيف انرجي. لا، دي بتحصل عادي جدا. يعني عايزه اقول لكم ان انا يمكن الفتره دي يعني مش هقول عندي مود اكتئاب، لان الحمد لله بحاول ان انا ما اوصلش لمرحله ان انا يبقى ادخل في المود بتاع الاكتئاب، بس مش مبسوطه. يمكن سنه يعني اكتئاب خفيفه مثلا، والله مش عارفه، بس لا يعني بكل الحاجات اللي انا بتكلم معاكم فيها، لا دلوقتي مش قادره انا نفسي ادي النصيحه دي لنفسي وان انا انصح نفسي ان انا اطلع ازاي منها. بس انا قررت ان انا يعني اشارككم معايا بقى التجربه دي. هجربها، نجحت ما نجحتش بقى يعني ان شاء الله اجرب تجربه تانية. بس جنبي دوشه كتير انا عارفه، بس انا في النادي بس، فمش عارفه انتوا الصوت كويس ولا لا، بس يا رب يا رب يعني الصوت يبقى كويس. المهم انا قررت يعني لما قعدت كده مع نفسي وفكرت يعني الاكتئاب ده ايه بقى؟ هفضل مش مبسوطه؟ هفضل مش يعني مش فرحانه مثلا؟ كان جنبي دوشه فظيعه، فقلت لا هوقف الفيديو بس شويه لحد ما الدوشه اللي جنبي تمشي. المهم اكمل. فقررت ان انا اقعد كده مع نفسي، ويعني ايه بقى اللي ممكن يخليني اطلع من القصه اللي انا فيها دي. انا قبل كده كنت يعني قبل الكورونا مثلا، لا كانت الدنيا مختلفه بالنسبه لي، اصلا ما كانش عندي وقت ان انا اكتئب. يعني قصه ان انا اكتئب دي ما كانش عندي الوقت بتاعها. يعني كان بجد كان عندي كونسبت هاو تو مانج يور تايم. بجد انا ما كانش عندي وقت للقصه دي. انا كان يومي مشحون رغم ان انا ما كنتش بشتغل، وما كانش عندي قصه القناه دي او ان انا بعمل فيديوز او ان انا مهتمه بالسوشيال ميديا. انا ما كنتش مهتمه اصلا كمان بالسوشيال ميديا. فكان عندي تماريني، بروح الجيم، تمارين بنتي، كان عندي حاجات كتيره قوي في يومي، فحاسه انه صحابي، اهلي، بيتي، الكلام ده كله، فكان لا كنت مشغوله وبقدر ان انا اشغل وقتي. ما كانش عندي وقت فاضي. طب ما انا دلوقتي ما بعرفش انزل جيم اصلا عشان الكورونا، ما بعرفش اخرج مع صحابي عشان الكورونا. حاجات كتيره قوي 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 لغيتها في يومي وفي حياتي، وممكن اقعد 72 ساعه ما اعملش اي حاجه اصلا غير ان انا قاعده بتفرج على التلفزيون لحد ما زهقت منه، برضو بسبب قصه الكورونا. فما كنتش عارفه ايه الحل. يعني قعدت افكر اللي هو يعني بتدي نصايح، وبجد انا شايفه ان انا لا، حتى زمان مع صحابي ان انا كنت ناجحه في القصه دي، ان انا ممكن اخرج اي حد من مود اكتئاب، بس انا مش عارفه اخرج نفسي مثلا. فقعدت سرحت كده في حاجه كنت قريتها مثلا، بس يعني ما حدش يتريق وما حدش يضحك. زمان كان في حاجه اسمها ايه، الزار. كانت تبقى واحده عندها مشكله مثلا، عندها اكتئاب، عندها مشاكل في حياتها، فتروح لشيخ فيقول لها لا احنا محتاجين نعمل زار، فياخدها ويلبسها لبس عروسه كده او ايا كان اللي كان بيعمله، وبعد كده يشغل ميوزك هبله جدا وحاجه دوشه فظيعه، ويبتدوا يتنططوا ويلفوا حوالين ترابيزه مدوره ومش عارف ايه، وفجاه الست بتروح مبسوطه جدا 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 وبتشكر الشيخ اللي شال من عليها العفريت، وانه هو قد ايه فعلا ان الموضوع ده نجح. هو موضوع مؤقت طبعا، بس بعد فترة انا قريت مقالة كده امريكية عن ان ازاي اخرج من الاكتئاب. يعني ايه الحاجات اللي ممكن تخرج الواحد من الاكتئاب، ولا ايه الحاجات اللي بتبسط الواحد لو عنده يعني طاقة سلبية او نيجاتيف انرجي جواه، والحاجات دي كلها اللي انا
مين اللي حاسه بيها الفتره دي. فلقيت ان في المقاله دي هم بيقولوا ان التنطيط والرقص في مكانك في ميوزك مهيبره، وان انت بتقعد تتنطط وتلف لحد ما تدوخ، الموضوع ده بيخرجك من الاكتئاب او من الطاقه السلبيه اللي انت فيها دي. فقعدت افكر كده، طب مش هروح اعمل زرق كده يعني بس طب ما تعمليها والله العظيم، ما تفكري فيها، ما يعني جو اهيد، مش هيحصل حاجه يعني. فقلت والله فكره، انا هبتدي اعمل ستيبس معينه واشوف كده هتنجح ولا لا. انا مش هقول لكم الستيبس كلها، انتوا هتمشوا معايا خطوه بخطوه. الفيديو ده هيبقى طويل جدا 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 جدا. الدوشه رجعت تاني. الفيديو ده هيبقى طويل جدا جدا جدا، استحملوه للاخر عشان يعني هيبقى كله مختلف عن التاني. اول حاجه وقبل كل حاجه بقى، يعني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتتابعوني وتعملوا شير كتير جدا 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 عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس، وعشان القناه توصل لاكبر عدد من الناس هتعمل الجرس عشان كل الفيديوز الجديده يعني تقدر توصل لك بسهوله من غير ما تدخل عندي. بس فدلوقتي انا هبتدي بقى خطوات معينه معاكم عشان يعني القصه دي كل ستابس معينه انتوا معايا فيها في للاخر سوري. فانا قلت بقى اول حاجه هعملها، انا لابسه النهارده السبورتس وير بتاعي اهو، ونازله النادي وجو فظيع. اول مره اصور بتهيالي بالليل، لا والله بصور بالليل كتير، بس الجو تحفه. قصة ان انت تبقى قاعد كمان حواليك خضرة وحاجة واسعة، دي عايزة اقول لك يعني ممكن لا تخرجني وقت يعني هقعد فترة كده انا مبسوطة. بس فقررت ان انا انزل النادي واجري او امشي، يعني ملي انا ما بقدرش اجري، صحتي ما بقتش بتجيبني على الجري. فهروح التراك وهمشي هجري وانا بسمع اغاني او ايا كان. وقررت ان انتوا تبقوا معايا طول الفتره الجايه ان شاء الله. خلال الفتره دي انا هصور كل الكلام ده في فيديو واحد. اول حاجه هعملها النهارده ان انا قررت ان انا انزل النادي واقعد في مكان كده واسع. انا يعني مش عارفه اعلي صوتي بصراحه، الناس حواليا فمش عارفه انتوا سامعين ولا لا. انا بحاول اقرب السماعات مني يعني عشان يبقى الصوت واضح شويه. المهم ان انا عطشانه جدا ونسيت الميه بتاعتي ورا مكان ما كنت قاعده في الاول. قلت اجي بس اقعد في مكان هادي عشان يعني اعرف اتكلم. والحمد لله بصراحه اول ما جيت المكان كان هادي جدا 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 الحمد لله. يعني في ناس كتيره حواليا وشايفيني بكلم نفسي، مش عارفه يقولوا مجنونه ولا ايه. بس فقلت بقى هنزل النادي النهارده اقعد شويه كده اشرب نسكافيه او اشرب اي حاجه، وبعد كده اجري بقى في التراك شويه، اتمشى شويه. هو نوع من انواع الرياضه اللي ممكن يعني تخرج لو في اي نيجاتيف انرجي جوايا او في طاقه سلبيه. يعني كتير قوي يا جماعه والله العظيم، في طاقات سلبيه كتير قوي جوايا الفتره دي، مش عارفه اعمل ايه بصراحه. يعني اول مره ابقى عايزه نصيحه من الناس كلها بصراحه. المهم ما تزهقوش من الفيديو المره دي عشان الفيديو هيبقى طويل جدا 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 جدا، عشان هعمل فيه حاجات كتيره قوي. انا مرتبه لها الفتره اللي فاتت دي، قعدت كده رتبت كام حاجه هعملها. فيعني ما تزهقوش. هقفل دلوقتي كده عشان يعني هتبقوا معايا بعد كده ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. انا قررت اعمل لنفسي نوع من انواع الزار، اجري امشي شغاله ميوزك اتنطط في مكاني، يعني نفس الكونسبت. والله مش عارفه المقاله اللي انا قريتها دي حقيقيه ولا اي كلام عن النت، ما بقيت بخاف اصلا. بس وبجد هقول لكم النتيجه في الاخر. يلا باي باي. ما تنسوش يعني ما تنسوش بقى يا جماعه السبسكرايب واللايك والحاجات الحلوه دي عشان انا جالي اكتئاب بجد. يعني هتبقوا انتوا السبب في زياده الاكتئاب.
اوكي يلا باي باي. معايا باي باي ايه؟ انتوا معايا مكملين. اوكي ويلكم باك. انا قلت بقى ادخل مع كارما هي تلعب بالباتيناج وانا هجري انا جنبها بالتراك بتاعها. يلا تابعوني بقى زي ما قلت لكم كل حاجه ما شاء الله. عشان قلت لكم الدنيا بقت زحمه. يلا جاهزه يا كارما؟ فري هتعرفي تجري في الدوشه دي بس ما تجريش انت بسرعه. انا همشي عادي وانت براحتك. تمام؟ ده اللي اقدر. ماشي؟ هي من اساس انت بتتعلم الرسم ده. اكسلنت برافو. ايه الاخبار؟ بعد بقى لما خلصت كنت عايزه بقى ارجع ارغي معاكم بقى في كام حاجه دلوقتي. اولا اول حاجه بس انا من الناس اللي بحب بجد يعني اشارك كارما بنتي في حاجات كتيره منها. مثلا انا لما قررت اجري هي بتلعب الباتيناج وانا بجري. الموضوع ده برضو بيبقى لطيف والله يا جماعه. ممكن يعني مع اولادكم انزلوا اجروا معاهم، انزلوا العبوا معاهم، انزلوا لسنهم. يعني انا بحب اعمل كده احيانا لما ببقى مزاجي وحش مثلا. حاجه تانية لما انا بقى بدات قلت ان انا همشي، انا بحب شويه اتابع الحاجه اللي انا هعملها دي هتفيدني في ايه. عايزه اقول لكم مثلا ان انا لما بدات اقرا في قصه المشي واكتشفت مثلا ان المشي بيفيد في حاجات كتيره قوي، من ناحيه صحيه ومن ناحيه نفسيه. من ناحيه صحيه الناس اللي عندها القلب والسكر والضغط والحاجات دي اكتشفت ان هي نصيحه ليها امشوا كتير. بيقلل الكوليسترول، بيظبط قصه الضغط السكر الحاجات دي. فلا امشوا كتير قوي. هو بيحرق اصلا السعرات الحراريه اللي في الجسم فبيفيد مرضى السكر، بيقلل الكوليسترول اللي في الدم فبيفيد مرضى القلب. اكتشفت لا ان هو ليه فوائد كتيره جدا، ومفيد للعظم برضو. من الحاجات اللي انا اول مره اعرفها مع ان انا بحب المشي اصلا بمشي كتير، ان هو مفيد للعظم. ومش فاكره بناء العظم قوي يعني مش دكتوره. اكتشفت بقى من الناحيه الثانيه ان هو مفيد جدا 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 للناس اللي عندها اكتئاب او مزاجها وحش. ان هو اصلا يعني الموضوع ده زي ما انا قلت لكم ان انت لو عندك نيجاتيف انرجي او طاقه سلبيه او جواك او الحاجات دي، انزل اتمشى، انزل اجري، اعمل رياضه. حاجات تانية كتيره زي ما قلت لكم تابعوها بعد كده، مش هقول لكم عليها دلوقتي. تابعوا لاخر الفيديو هتزهقوا طبعا مني، بس يعني اول مره اعمل فيديو طويل استحملوني بقى. حاجه تانية انا مثلا بحب اجي في النادي، بس في وقت الكورونا ما كانش متاح ان انا اجي النادي عشان برضو الزحمه وكان مناعين فتره وكده. فكنت بعمل حاجه لطيفه قوي. انا عندي تحت البيت منطقه اقدر اتمشى فيها عادي يعني حوالين البيت، كنت بنزل اتمشى. فلو انت مش مشترك في النادي، لو انت مش مشترك في جيم، لو انت ظروفك ما تسمحش لكل ده، انت لو كل يوم نزلت تتمشيت ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه حوالين البيت او في اي مكان يسمح حوالين المنطقه اللي انت ساكن فيها، الموضوع ده هيبقى لطيف جدا 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 جدا. باي. انا ما وقفتش الفيديو، انا هوقف الجزء ده عشان هندخل في حاجه جديده. يلا حبايبي باي. لسه هنعمل فيديو انا ومامتي، فممكن تستمتعوا، ما تشيلوش عينيكم خلاص. هيكون الفيديو تحفه. هقعد اعمل شقلبات وافتح رجليا والحاجات دي كلها. استمتعوا. ماشي؟ باي. باك. رجعت لكم مره تانية. النهارده المفروض انه تاني يوم يعني القصه اللي انا اتكلمت معاكم فيها امبارح. المفروض ان احنا الفيديو كان في النادي والمشي. عايزه اقول لكم ان انا لما رجعت كمان من البيت من كتر بجد ما حسيت ان انا عندي طاقه، طلعت غيرت برضو تاني ولبست ترينج ونزلت اتمشيت برضو حوالين البيت عادي جدا. انا وحطيت برضو الهاند فري في ودني وسمعت اغاني. عايزه اقول لكم ان انا طلعت يعني حاسه ان انا مبسوطه بجد والله. يعني من الحاجات اللي ممكن نعملها زي ما قلت في الاول ان احنا حتى لو ما عندناش ولا جيم بقى ولا نادي ولا اي حاجه، انزل تتمشى حوالين البيت. النهارده بقى اتكلم معاكم في حته تانية برضو ريليتد بالتمارين وريليتد بالجيم وريليتد بالنادي، بس مختلفه شويه في ايه. ان انا ما اقدرش انزل التمرين، ما اقدرش انزل النادي، ما عنديش اصلا اشتراك في ده ولا في ده.
هتمرن في البيت. بس برضو القصه كانت بالنسبه لي في الاساس لما فكرت فيها كانت عشان اخرج الطاقه السلبيه اللي جوايا، او عشان يعني اخرج الاحساس السلبي اللي جوايا اللي انا كنت حاسه بيه الفتره اللي فاتت. فبدات اقرا كتير في القصه ايه الحاجات اللي ممكن تفيدني. لقيت ان من الحاجات اللي ممكن تفيدني كمان مش تمارين الجيم قد ما هي تمارين بتتعمل في البيت، اقدر اعملها في البيت، اللي هي الاطاله والاسترتشات والتمارين بتاعت التمدد كلها انا اقدر اعملها في البيت. فدخلت وبدات اتفرج على فيديوز كتيره قوي، ايه فايدتها، ايه اهميتها. لقيت ان ليها فوائد كتيره جدا جدا جدا، بس من ضمن الفوائد دي ان هي بتشيل الطاقه السلبيه، يعني بتعمل ريلاكسيشن للشخص، ريلاكسيشن بالذات للشخص اللي يمكن عنده مشاكل كتيره قوي، بيفكر في حاجات كتيره قوي، وصلت لدرجه انه جسمه بقى مش قادر يستحمل ده. ف التمارين دي بتساعد على الهدوء. والدليل على كده ان معظم تمارين اليوجا ريليتد بالتمدد والاطاله. لما انا دخلت اتفرجت على فيديوز بقى لليوجا وكان في برضو حاجه تانية غير اليوجا بس انا مش فاكراها بصراحه دلوقتي، لقيت ان معظم التمارين ريليتد برضو الاطاله يعني والتمديد والحاجات دي. فبدات بقى ان انا احاول لا اتمرنها في البيت، وقررت ان انا هبتديها، لان انا اكتشفت كمان ان من احدى الفوائد مثلا بتاعتها ان هي بتسهل لك طريقه نومك بالليل. يعني انت لو انت عندك ارق، بتفكر كتير، الحاجات عندك مشاكل في جسمك، في ظهرك، في الحاجات دي كلها، فمش عارف تنام، الموضوع ده بيحل القصه دي. فقلت برضه هجربها عشان كده. لو انت شغلك مثلا معظمه قاعد على المكتب، فبرضه التمارين دي هتفيدك قوي. انت ممكن على فكره تتمرنها ايفن وانت في مكتبك. مرضى الضغط، مرضى السكر، اكتشفت لاول مره برضو ان التمارين الاطاله بتقلل الكوليسترول اللي في الدم. انا مش فاهمه برضو الكونسبت عشان انا مش دكتوره، بس لما قريت اكتشفت ان هي برضو مفيده لمرضى الضغط ومرضى السكر، وطبيعي مرضى القلب عشان هي ليها علاقه بالكوليسترول والشرايين والحاجات دي كلها. فبدات بقى ان انا اتعلم شويه التمارين دي ازاي، لان انا برضو من الحاجات اللي بخاف منها ان انا امرن نفسي عشان ما اتلخبطش ما غلطش، فاضطر ان انا اعمل بقى مشكله في عضله عندي، مزق بقى والحاجات دي كلها. الحاجات دي برضو لازم ان انا اتعلمها صح جدا جدا جدا. مع ان انا اصلا بنتي كمان كانت بتتمرن باليه وجمباز وباتينيج، فكل التمارين دي هي اوريدي بتاخدها اصلا، وخليتها هي اللي تعلمني حاجات كتيره. وقلت لها بقى النهارده تيجي كمان معايا برضو في الفيديو في التمارين دي كلها، تعلمني وتعلمكم معايا. اوكي. مش عايزه ارغي كتير معاكم. النهارده هبتدي بقى يعني في ستيب مختلفه عن امبارح، ان انا اعمل تمارين الاطاله والتمديد دي عشان شويه تديني ريلاكسيشن، هدوء اعصاب، حاجه هاديه وفي نفس الوقت يعني بتظبط جسمي. انا كمان عندي مشكله مثلا طول عمري انا وقفتي كانت كده، وقفه غريبه. فانا مؤخرا كمان لما كنت في الجيم فكنت بتمرن كتير قوي التمارين دي، فلا يعني وقفتي بقت مختلفه. كان يعني بصراحه لا فرقت معايا جدا في القصه دي. يعني الناس اللي عندها معاناه في ان هي طول ما هي واقفه كده او هي بتمشي كده، والقصه دي على فكره يا جماعه بتتعب فقرات الرقبه والظهر، فانت لازم تبقى واقف كده على طول. انا ما احتجتش ان انا اقف كده على طول، انا فجاه لقيتني اوريدي الوقفه بتاعتي كده. حتى ايفن وانت قاعد على المكتب هتلاقيك دايما مفرود. التمارين دي برضو بتقوي عضله الكتف، طبعا مع ان انت بتلعب حديد يعني على الجزء ده عشان تقويها شويه. مش هرغي في القصه دي كتير عشان برضو انا مش بروفيشنال فيها. انا كنت بس بتكلم في قصه ان البني ادم اللي حاسس ان عنده ضغوط نفسيه شويه، مشاكل، حاسس ان جسمه يعني مثلا، انا من الحاجات برضو اللي بحس ان في ناس كتيره مشاركاني فيها الفتره اللي فاتت، ان انا دايما حاسه ان انا همدانه، مش قادره اقوم، مش قادره اعمل حاجه. كل الحاجات اللي انا قررت ان انا اعملها من الحاجات اللي انا برضو قريت عنها انها بتساعد ان انت لا تبقى عندك طاقه، باور. لا انا عايزه اقوم، انا عايزه انا بطلع يعني لما بكون بجري مثلا في النادي او بتمشى حوالين البيت، انا بطلع بحس ان انا عندي طاقه، مش همدانه حتى ان انا عايزه انام.
فالقصص دي كلها بتفرق مع لو انت عندك مشاكل، انت حاسس ان انت مكتئب شويه، ممكن تمشي شويه في الحاجات اللي انا بعملها او في الخطوات اللي انا بعملها، يمكن تفيدك وان شاء الله هتفيدك وهتفيدني. عندك مشاكل جسديه، عندك مشاكل في ظهرك، حاجات من دي برضو انا مش بروفيشنال فيها بس انا قريت شويه في القصه دي. عندك مشاكل في الارق في النوم بجد بقى، لا يعني دي عشان انا كنت بعملها زمان قبل ما انام في تمارين معين كده هوريه لكم كمان دلوقتي، انا هعمله دلوقتي. يلا. كوكي قاعده وجاهزه ومستنيانا نيجي. قولي يا كارما، انت اللي هتمرنيني النهارده؟ كارما بتتكسف جدا على فكره. قولي يا كارما، انت اتمرنتي الفتره اللي فاتت؟ لا كلمي يا قلبي، كنتي بتتمرني ايه الفتره اللي فاتت؟ لا علي صوتك شويه. باليه وايه كمان؟ وجمباز. طيب واخر تمرين بقى اللي كنتي بتتمرنيه بس قبل طبعا قصه الكورونا دي كان ايه؟ باتيناج. وايه اكتر تمرين في الثلاثه انت حبيتيه قوي؟ الباليه والباتيناج. الباليه والباتيناج. وانا عارفه ان انت كمان بتحبي الباتيناج قوي. طب قولي لي بقى ليه اكتر حاجه بتحبيها الباليه وليه اكتر حاجه بتحبيها الباتيناج؟ اصل الباليه رقص وبحب الرقص. يا روحي. وكمان الباتيناج بيجري وانا بحب الجري. لا هتقولي لي كارما اكتر حاجه ممكن تكون بتعشقها في حياتها انها تقعد تجري تجري تجري، واحسن واحده بتقع ما شاء الله عليها. والله حبيب مامي انتوا. طيب النهارده بقى يا كارما عايزين نوريهم شويه تمارين اللي انت كنتي بتاخديهم في الباليه عشان تعملي تمديد لجسمك او اطاله. مش عارفه لسه الباليه. ما انت خدتي يا كارما فتره في الباليه، تيجي نساعد بعض. فاكره التمارين اللي كنتي بتقعدي تعلميها لي لما كنتي بتروحي التمرين بتاعك؟ لا. بس بقى انا هبتدي معاكم تمرين. كارما يلا 1 2 3 اقعدي جنبي كده. طبعا اهم من ده الميه يا جماعه. هعمل دي. اشربوا ميه كتير جدا 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 في اليوم. بصي انا هعمل كده الاول. دلوقتي بقى هنبتدي اول تمرين في القصه دي. اول حاجه هنعملها ان انا بفرد رجلي اليمين مثلا. يلا يا كارما. ايه ده؟ دي اليمين؟ اوكي ايوه برافو. هنفرد رجلي اليمين ونرفع مشط الرجل كده ونتني الرجل الشمال بالمنظر ده وابتدي افرد ظهري. شاطره يا كارما. بصي انا مش تانية ظهري. برافو. والله انا بحاول ما اتنيش. المفروض انك ما تتنيش ظهرك خالص، او انت ما تتنيش ظهرك خالص وتوقفوا بالتمرين ده. بصي كمان. برافو. خليكي ركزي بقى. نفضل كده مثلا 5 دقايق. 5 دقايق تقدري؟ لا دقيقتين كفايه قوي. 2 minutes يا جماعه. 2 minutes حلوه قوي. وبعد كده انا مش هقعد معاكم طبعا 2 minutes. هنغير. انا عادي. اوكي لا غيري بقى، نبدل نخلي الرجل الشمال والرجل اليمين هي اللي هنتنيها. برافو يا كرم برافو. يلا نفرد رجلينا. خلاص تمام كده. اوكي وبرده هنقعد مثلا 2 minutes القصه دي. اوكي خلاص. ده تمرين. مثلا تمرين تاني يا كارما الجمباز الباليه. اوكي الباتر فلاي يا كارما. تمرين الباتر فلاي بتعمل ازاي؟ ايوه استنوا بس كده عشان عيني ثانيه واحده. ده اسمه تمرين الباتر فلاي. التمرين ده المفروض والتمارين الفروج ان انت الفروج انت اللي هتعملي الفروج. انا مش بعرف اعمل الفروج. انا بعرف اعمله بس مش هقدر اعمله دلوقتي. بنبتدي نعمل التمرين كده. رجل مشط الرجل قدام مشط الرجل ونثبتها كده ونقعد كده. طبعا في التمرين ده انا شفته مع كارما. انت كارما انت كنتي بتعملي راسك تحضني بيها كف رجلك صح؟ ايوه كده. ده الصح. انا مش هعملها برضو عشان انا ممكن يجي لي وش بتوجعني وانا بنزل توجعني. خلاص هنوقف بقى التمرين ده. ورينا الفراج يا كارما. تمرين الفراج بالظبط كارما. اي شطوره. المفروض ان انت بتقعد رجلك مشط رجلك برضو بيلمس مشط رجلك. التمرين ده برضو كويس جدا جدا ليك جدا زي ما قلت للاسترخاء. انت ممكن اصلا تغمض عينيك وانت بتتمرن الفتره اللي انت هتقعد بيها دقيقتين 3 على حسب، ومع ميوزك هاديه. الموضوع ده بجد يا جماعه هيعمل استرخاء فظيع جدا 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 للجسم، فطبيعي هيعمل استرخاء ليك انت شخصيا. ايه تاني يا كارما؟ دور الباليه. اوكي وري.
بس الفتحة الأول دي اللي أنا أقدر عليها. اوكي. دي اللي أنا أقدر عليها. وكنا بنقعد ازاي تاني بعد كده، بعد ما نعمل كده؟ كده، لكن أنا مش بقدر فاضي. اما بقالها سنه يا قلبي مش بتتمرن من ساعه الكورونا، داخلين في سنه بطلت تمرين، فطبعا ثانية بقى البدي. اوكي وريني كده اوكي. وقف كده ويعملوا. وكمان نسيت حاجة في الجمباز. اها كده. التمرين ده برضو عايز اقول لكم التمرين ده تحفه، بس يعني ما تخاطرش برضو تعمله، لان انا احدى المرات اول مره في حياتي ان انا قررت اعمله كنت انا بتمرن لمده ساعه ونص مثلا، فكنت حاسه ان انا الليونه في جسمي عاليه جدا جدا، فعملت التمرين ده لاول مره بص من غير مدرب. بصوا ثانية. لازم تكون ايديكوا فردة كده. اوكي ثانيه واحده يا كارما. فلما عملت التمرين ده عايزه اقول لكم ان انا قعدت 3 ايام عضلاتي كلها وجعاني، ما اعرفش بقى انا كان يعني عملته صح ولا غلط، بس يعني لما عملته بعد كده عملته مع كابتن في الجيم او معايا مدربه او كده يعني. التمرين ده ازاي يا كارما؟ ان لازم الركب مفروده، أيوة ظهر كده. مفرود، وان انت بتلمس ايدك الارض على قد ما تقدر، يعني ايدك بتلمسها الارض، لا بس انت ايوه افردي رجلك بالمنظر ده، وبرده تقعد مثلا على يعني حوالي 20 ثانيه او 30 ثانيه، بلاش نطلع بالمنظر ده، الحركه اللي هي عملتها دي غلط جدا جدا جدا، بلاش نطلعها مره واحده، يعني حتى في اي تمرين نحاول نطلع بالراحه عشان ما يحصلش دوار في التمرين. لسه فاضل ايه يا كوكي؟ في تمرين، بص يعني في باتيناج. لا انا نعمل اطاله زي ما قلنا، يعني احنا نقدر نعمل كده مثلا، بس ظهرك المفروض ثابت، باصص يعني جسمك كله قدام كده كده لا كده كده اهو وبص ورايا كده أهو. يعني وعكس برضو الناحيه الثانيه. بصوا كده. التمارين دي بجد يا جماعه كده مفيده جدا 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 بصوا جدا كلكم. جدا جدا بصوا بابا يا حبيبي. وصحيه. خلي بالك يا كوكو. طبعا عايزه اقول لكم برضو حاجه تانية، انا من الناس اللي بحب الاكل قوي، وبحب ان انا اعك شويه في الاكل، وعندي مشاكل في معدتي فظيعه بسبب ان انا بحب الاكل سبايسي. التمارين دي كلها بتريلاكس عضلات البطن، فبرضو بتساعد على قصه ان انت يكون عندك مشاكل في بطنك، وبتعك برضو. انت خارجه من الفيديو، كارما خارجه من الفيديو. بتساعد برضو ان انت يعني تهدي شويه التشنجات اللي بتحصل في المعده والامعاء وكل ده للناس برضو اللي عندها المشاكل دي. انا حبيت اديكم بس حاجه صغيره، مع ان لو عندك بنت او عندك ولد تقدري بجد في البيت تتمرني معاهم. عايزه اقول لكم ان اللعب مع الولاد مسلي جدا جدا جدا، مرهق جدا، وما بقولكوش ان انا كل يوم قاعده مع كارما بتمرن وبلعب، انا ولا صحتي ما بقتش اصلا بتجيبني على القصص دي، بس على الاقل بحاول على قد ما اقدر ان انا اقعد معاها كده شويه، نقعد نلعب مع بعض شويه تمارين. لما بحس ان هي قاعده على التلفزيون كتير مثلا، لا يلا يا كارما نتمرن شويه، ما توريني يا كارما خدتي ايه في الباليه، كنتي بتاخدي ايه في الباتيناج، اتليست ان انا برجع لها شويه تمارين، لان ان شاء الله الفتره الجايه دي لما الدنيا تبقى كويسه ونرجع زي زمان ان شاء الله، ويبقى مفيش كورونا، اكيد هترجع للتمارين تاني وهترجع لحياتها الطبيعيه تاني. بس يعني انا كنت بتكلم في ان ازاي ان انت تشغل وقتك حتى لو انت ما بتخرجش من البيت، ازاي ان انت تخرج الطاقه السلبيه اللي جواك حتى لو انت ما بتشتغلش، ما عندكش صحاب، طبعا مش ما عندكش صحاب بس مضطر انك ما تخرجش فتره من الوقت، ازاي تشغل نفسك. يعني في ستابس كتيره قوي، انا قلت لكم ان انا مش هقول ستاب قبل الثانيه، انا ماشيه بالترتيب عشان تتفرجوا لاخر الفيديو. مبسوطه قوي لو انتوا لسه متابعيني، طبعا دي حاجه تفرحني جدا وتسعدني جدا. ان شاء الله الستاب جايه هتبقى يوم تاني، وهقول لكم برضو انا كده كده هكمل القصه اللي انا بداتها النهارده، هعمل بقيه التمارين، يمكن تفيدني ان شاء الله، ان شاء الله هتفيدني. ادعوا لي كلكم، وعايزه اقول لكم بجد ان انا بحبكم جدا وبحب كل الناس اللي بتتابعني، وان شاء الله اللي هتابعني بعد كده، واستنوني بقى في الستاب الجايه برضو هتلاقوها بعد دي على طول. يلا باي، استنوني في الستاب الجاي. Yeah.
مسمعوني ايه للمره الثالثه على التوالي. رجعت لكم تاني لتالت ستيب يعني هقول لكم عليها. الاول عايزه اقول مبروك للاهلي، عشان كده انا قلت البس احمر النهارده عشان الاهلي. الفيديو هينزل بعد كده يعني بعد الماتش، بس برضو مبروك للاهلي ومبروك لكل الاهلاويه. عايزه اقول لكم على حاجه برضو فكرت فيها خلال الفتره اللي فاتت دي. قلت انا ليه ما برجعش اعملها تاني؟ يعني كنت بعملها، انا من الحاجات اللي بحبها جدا 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 جدا، وسيمي ما بقرب لهاش مثلا من بقالي سنه او اقل من سنه، يمكن اقل من سنه، يمكن من 9 شهور. بس كان النورمال بتاعي لا، انا بحب القرايه جدا ودايما على القرايه جدا. اكشلي كمان الروايات، وبحب يعني ادخل برضو حتى ممكن كتب على النت، مش لازم روايات، تكون حاجات خاصه بحاجه انا بحبها. انا بحب القرايه عامه حتى لو كتاب او من على النت. بقالي يعني ملي 9 شهور لسنه لا مقاطعه القصه دي، مع ان المفروض ان انا فتره الحجر والقعده في البيت المفروض كانت اكتر فتره اقرا فيها، بس بالعكس بقى انا كنت بضيع الوقت في اي حاجه الا القرايه. فلما فكرت الفتره اللي فاتت ايه الحاجه برضو اللي ممكن تخرج شويه، مش هقول الطاقه السلبيه، بس تخرج الواحد من المود اللي هو فيه لمود جديد تماما. ليه؟ لان انا لما بقرا روايه بالذات، يعني بتكلم بقى ملي في كونسبت بقى، هندخل في حته الروايه. الروايات بتدخلك في الستوري اللي انت بتقراها، ايا كان هتقعد في الروايه يوم 2 3 اسبوع شهر، ايا كانت المده اللي انت هتقعد فيها، بجد انت بتدخل جوه المود بطريقه فظيعه، بتتاثر بالروايه، بتتاثر بالبطل او البطله، بتتاثر بالاشخاص الموجودين فيهم، يعني انت بتبقى مستني انك هتكمل الستوري بتاعتك او الروايه بتاعتك عشان تعرف ايه اللي حصل مثلا للبطله، عملت ايه النهارده. يعني انا في روايه دي هحكي لكم عليها، الروايه دي من اطول واكبر الروايات اللي انا قريتها، وبتهيالي انا قريتها في يومين. انا ما نمتش، انا فضلت من بالليل للصبح في يوم مش قادره انام. خلصت الروايه دي يمكن في يوم او يومين. الكلام ده من اكتر من 10 سنين مثلا. من اكتر الروايات اللي ما بنساهاش لحد دلوقتي وبحبها جدا جدا جدا، ومن الحاجات اللي بجد مستغربه ما اتعملتش ليه كفيلم. يعني انا كهبه شايفه ان دي من اقوى الروايات اللي انا قريتها، وكنت حابه انها تتعمل فيلم لانها قصه هادفه جدا 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 وشيقه جدا 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 وقويه جدا جدا جدا. يعني انا الفيل الازرق قريته قبل ما يبقى موجود في السينما. في كتاب تاني برضو انا ما كنتش عارفه ان الكتاب ده مثلا اتمثل كفيلم، يعني انا قريته وبعد كده اكتشفت ان هما مثلوه فيلم اسمه فتاة القطار لباولا هوكينز. ده المفروض انها كاتبه اصلا مش مصريه، اجنبيه، والقصه برضو في دوله في اوروبا، قصه فظيعه فظيعه فظيعه. كانت يمكن اول مره اقرر ان انا اقرا حاجه يعني انجليش مترجمه العربي. متعوده دايما على الدماغ الشرق شويه في الروايات، بس بجد كانت فظيعه. بعدها باكتر من سنتين مثلا لقيت الفيلم واتفرجت عليه وعجبني وشدني، بس طبعا مش زي الروايات. انا من الناس اللي طالما قريت روايه ما اعرفش اشوفها فيلم، خلاص يعني بتتاثر بالروايه اكتر من تاثر على فكره بالفيلم. فقررت ان انا هقرا كتاب جديد وهرجع لقصه القرايه تاني. يعني يمكن شويه هتفرق في المود بتاعي، يمكن شويه هتفرق في يومي، حاساها هتخرجني من قصه الاكتئاب او من قصه ان انا عندي نيجاتيف انرجي معاه، يعني حاسه بيها او ايا كان اللي جوايا، لان انا جربتها بقى دي كتير. يعني دي من الحاجات اللي انا جربتها ملي عشان انا كمان بحب القرايه، فيمكن الموضوع بيفرق في نفسيتي جدا. بس انا بنصح بجد ان احنا يعني شويه نقرا، لان انا حاسه ان السوشيال ميديا والنت والحياه اللي احنا بقينا فيها دلوقتي بقينا بنبعد عن الورق،
بقينا حياتنا كلها كمبيوتر وموبايل ولابتوب ومفيش حتى الجرايد. انا بحب على فكره الجورنال، يعني من الحاجات المفتقداها في يومي مثلا ان انا اقرا الجورنال الصبح. لا بدخل، وبطلت حتى ان انا ادخل اعرف الاخبار من على النت او من التلفزيون. انا بحب الجورنال، انا بحبه يعني. بحب المجلات، كل الحاجات دي انا ما بقتش بشوفها كتير، مش موجوده اصلا، مش ما بقتش حتى بشوفها كتير، انا ما بقتش بلاقيها خالص. بس الكتب لا، ما بستغنيش عنها في حياتي تماما، انا بحبها. فقررت ان انا هرجع اقرا تاني، ونزلت اشتريت كتاب جديد. يا ريت يبقى حلو، هم بيقولوا انه قوي قوي. وبعدين الكاتبه بتاعته اصلا انا بعشقها، من الناس اللي كتاباتها مميزه، يعني ستايلي في ستايل تفكيري يمكن في القصه دي. اسمها ارني بتهيألي، ارني انظر اليك. اصل انا في العربي يا جماعه بروفيشنال. لدكتوره خوله حمدي، فظيعه يعني، قريت لها حاجات كتيره قوي. من الحاجات اللي قريتها لها برضو فظيعه بجد، من القصص الفظيعه يعني. ده انا بقول لكم حاجات فعلا قويه قوي، لو انتوا يعني حد من اللي بيسمعني هيقرر انه هيقرا روايه مثلا. غربه الياسمين دي انا قريتها، فظيعه. في قلبي انثى عبريه، من الكتب اللي يعني اثرت فيا جدا 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 جدا، كتب الفظيعه برضو. هقول لكم بقى ايه اكتر روايه انا اثرت فيا، اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها وكان نفسي انها تتمثل كفيلم. الروايه اسمها ربع جرام، روايه قديمه جدا جدا جدا، انا قريتها بتهيألي وانا في الجامعه. بقالي اكتر من 10 سنين بتهيألي، او يعني مش كبيره قوي، بس يعني ملي من 10 سنين. الروايه دي اصلا انا بعد ما قريتها او بعد ما تعمقت شويه في القصه، اكتشفت انها اصلا قصه حقيقيه. ومن كتر ما انا اتأثرت بالبطل بتاع القصة، مش يعني اتأثرت بان هو حد كان حياته متدمرة تماما، وان هو منهار، وعمل ايه في حياته وعمل ايه في اسرته، ودمر حياته ودمر اسرته، وقد ايه انه لما وقف مع نفسه اتغير 180 درجة، اتغير 180 درجة، نقيض تماما. ازاي ان هو بقى حد ناجح جدا جدا جدا، على الرغم ان هو اصلا كان من اسره غنيه جدا. باباه كان حد سياسي معروف المفروض، يعني هو كاتب كده في القصه، وان مامته سيده مجتمع، وان هو اصلا خريج مش عارف جامعه ايه، وان هو كان حد مدمن مخدرات، وان هو وصل لمرحله انه كان بيسرق مامته عشان يشتري مخدرات، وانه سرق خطيبته، وانه سافر بره وتاجر بره عمل كل حاجه في كل، يعني لحد ما واحده صاحبته او واحد صاحبه المفروض ان هو توفى من القصه دي، ساعتها قرر ان هو يقف مع نفسه ويبطل القصه. وقد ايه ان هو بيحكي انه دلوقتي بقى حد معروف جدا وحد ناجح جدا 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 في حياته، وكان بيكتب في الروايه في الاخر 12 نصيحه بينصح بيها الشباب ان هم يبطلوا الادمان، وان هم يحققوا ذاتهم، لان هو قدر يحقق ذاته من حد زي ما قلت ان هو حد كان واقع تماما لحد نجح جدا 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 في حياته. الروايه دي بقى من الروايات اللي مش فاكراها، انا فاكره تفصيليا القصه باحداثها، هو بيحكي، انا بتخيل اللي بيحصل، فانا فاكره التفاصيل كلها قدامي، مع ان الروايه دي يمكن كانت بدايه ان انا احب القرايه، واقدم روايه، وعلى الرغم من كده انا فاكراها جدا جدا جدا، فاكره تفاصيلها. يعني في روايات هنا انا قارياها من سنه ومن سنتين ومن 3 ملي، انا مش فاكره الستوري قوي، يعني خفيفه قوي، بس دي اكتر روايه اثرت فيا بجد، اثرت فيا لدرجه ان انا رحت دار النشر، كنت بسعى ان انا اوصل لصاحب القصه، والمفروض ان هو بيحكي اصلا من وهو شاب صغير. هو المفروض لما بدا ينشر القصه بتاعته كان المفروض ان هو بقى راجل كبير، يعني احنا بنحكي بتهيألي في قصه من اكتر من 30-40 سنه. دي من الحاجات اللي انا اثرت فيا قوي، فقررت ان انا ارجع اقرا تاني الفتره دي، وهقول لكم ان شاء الله رايي في الكتاب. المفروض ان انا في قصتين بفكر بقارن ما بينهم، دي جديده انا لسه جايباها،
ودي عندي بقالها اكتر من 9 شهور. دي كنت جايباها المفروض من 9 شهور بالظبط. ثانيه واحده اشوف مين وارجع لكم تاني. نزلت جبت دي من 9 شهور مثلا. لنور عبد المجيد، برضو من الناس اللي بقرا لها كتير جدا وبحبها جدا جدا جدا، وطريقه كتابتها سلسه قوي قوي. يعني انا بحب كمان ان طريقه الكتابه تبقى سلسه. ودكتوره خولة حمدي، نزلت جبت الروايه دي من يومين، لما قررت ان انا يعني هعمل كام ستاب كده في الفتره اللي جايه مختلفه، عشان انا حاسه ان انا اوف مود شويه، او ان انا عندي طاقه سلبيه جوايا، او ان انا اكشلي مثلا مكتئبه، او الحاجات دي كلها. فقررت ان انا هقرا روايه، انا من الحاجات اللي ممكن تخرجني من القصه. بصراحه لسه ما قررتش، هو اكشلي الاثنين هقراهم الفتره اللي جايه، بس هبتدي بمين فيهم انا مش عارفه، بس انا مياله يمكن للروايه دي اكتر. عايزه اقول لكم بجد، الكتب متعه وحياه تانية ومود تاني وجو تاني تماما. يعني من الحاجات اللي ممكن تستمتع بيها جدا 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 انك تصحى بدري بجد وتعمل لك كوبايه كده نسكافيه او قهوه، وتكمل روايه انت بتحبها، او تبتدي في روايه من الروايات الحلوه قوي قوي قوي. موضوع هيفرق في مودنا، وهيفرق في مودك، وهيفرق في مودي جدا. يمكن الموضوع ده انا مش بقول ان انا هعمله، انا بقول انه بجد انا مجرباه كتير جدا، وعارفه انه قد ايه قد ايه قد ايه بيفرق جدا جدا جدا. وبعدين عاوزين نرجع نقرا تاني، وعاوزين نربي ولادنا على القرايه تاني. يعني حاسه ان الجيل الجديد كله ما بيقراش، او كله بيعتمد على التكنولوجيا، او يعني تيك اواي زي ما بيقولوا. الحياه بقت تيك اواي. انا ما بحبش التيك اواي، انا ما بحبش الحياه التيك اواي، انا بحب الحياه الهاديه بتاعتنا زمان. يمكن انا من الناس الالت فاشن في حاجات كتيره قوي. بحب الحياه الهاديه قوي، بحب اقعد في مكان هادي قوي، بحب اروح اقعد في منطقه فيها زرع وجناين، اقعد اقرا كده يعني واشرب النسكافيه بتاعي. انا يعني ما كنتش غاويه قهوه بصراحه يا جماعه خالص، بس دلوقتي بقيت بحبها جدا جدا جدا. انا فهمت يعني ايه الناس اللي مدمنه قهوه. انا ممكن اصحى الصبح اول ما اصحى اشرب قهوه، مع ان ده غلط وبطلتها مؤخرا، ولازم اكل حاجه قبلها، بس بعشقها دلوقتي. يعني فعلا القهوه ادمان زي ما بيقولوا. وعايزه اقول لكم حاجه تانية بجد، ان انا من كتر ما شايفه ان القرايه دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، بحاول انمي ده في بنتي. يعني ايه؟ هقول لكم حاجه يعني صغيره قوي، بجيب لها برضو ستوري ليها هي، قصص. مش بس ان انا اقعد اقول لها ستوري انا وهي نايمه، لا، انا لازم اجيب لها الستوري لايف عشان تتخيل زي ما انا بتخيل لما بقرا كتاب معين. ونقعد بالليل انا وهي. هي المفروض ان ده في اكتر من 7 ستوري، 7 في كتير جدا، يمكن 10 ستوري مثلا دي بس. واقعد اقرا لها الروايه وافرجها الصور وهدي الاضاءه. عايزاها تحب القرايه، عايزه انمي فيها من وهي صغيره انها تحب انها تقرا، تحب القصص. الموضوع ده مش بس ممتع، الموضوع ده زي ما بيقولوا كده القراءه تغذي الروح. ده حقيقي بجد يا جماعه. مش بس كمان الروايات، في كتب كتيره جدا 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 لو قريناها انت هتثقف نفسك، هتغذي عقلك، هتحس ان انت لا دماغك شغاله بتفكر. مهما كنت قاعد في مكان وقاعد مع ناس مثقفه جدا، انت ممكن تسبقهم في الكلام، تعرف تجاريهم. انا بحب كده. ما بحبش اقعد في مكان مثلا ناس اكبر مني، وناس عقليتها احسن مني، وناس دماغها كبيره ومتفتحه، واقعد وسطهم انا مش فاهمه حاجه ومش عارفه اتكلم معاهم، مش عارفه اتدخل في الحوار. لا، انا لما بقعد مع شخصيات زي دي، لا، بحب ان انا اقعد احاور واتناقش واناقش وادي وجهه نظري، ايا كانت وجهه نظر دي بالنسبه لهم صح او غلط، او حتى لو هم هي فور شور انها مثلا غلط، بس يكفيني شرف المحاوله ان انا قررت ان انا لا ادخل في حوار مع ناس
ملي دماغهم اكبر مني او ثقافتهم اعلى مني. يمكن ده بيساعدني ان انا بحب اقرا كتير، بثقف دماغي، بثقف عقلي. كل حد برضو بيختلف الكتب او الحاجات اللي هو بيحبها. بس ايا كانت نوع الكتب اللي انت هتقراها هتفرق مع شخصيتك جدا 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 جدا، هتفرق مع حياتك جدا جدا جدا، هتفرق مع الطابع التفكيري بتاعك، هتفرق وانت قاعد مع ناس بتتكلموا، وانت قاعد مع صحابك بتتكلموا. اتليست يا سيدي او يا ستي، هي ابسط حاجه مثلا، ابسط حاجه، هيبقى في حوار جديد تقدري تفتحيه مع جوزك، او انت تقدر تفتحه مع مراتك، او تتكلمي مع ابنك لو ابنك كبير شويه، وتتناقشوا في القصه اللي انت قريتيها او هو قراها، وتبتدوا انت ايه رايك في القصه، انت لو كنت مكان البطل هتعمل ايه، انت لو كنتي مكان البطله ممكن تعملي ايه، انت لو في المشكله دي هتقدري تعملي ايه. عايزه اقول لك ان انت ممكن كمان تحلي مشاكلك عن الطريق قصه القرايه، ان انت بتشوفي مشاكل كتيره. مثلا يعني كان في كتب انا بحبها قوي برضو، يمكن برضو بقالي كتير ما قريتهاش، للكاتب برضو العبقري عبد الوهاب مطوع. قد ايه الستايل بتاع كتبه بيخليني اخرج من اي مشكله في حياتي، لان هو المفروض ان هو بيجيب مشاكل حقيقيه، وبحس ان انا قد ايه مشكلتي قد كده في وسط المشاكل الفظيعه اللي الناس فيها. فساعتها بخلص هو بيجيب مثلا مشكله في صفحتين والرد بتاعه شابوه للرد بتاعه، يعني بحس مثلا قد ايه التفاهه اللي انا فيها دي، ايه المشكله التافهه اللي انت فيها دي، في ناس عندها كوارث. فساعتها ببتدي اهدى، وببتدي افكر اكتر ازاي احل المشكله اللي انا فيها دي، وببتدي اخدها انها بسيطه جدا 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 جدا، واكتشف ان انا كنت مكبراها برضو عن طريق ان انا قريت كتب، او ان انا بقرا مثلا نوع معين من الكتب اللي بتغير لي تفكيري ناحيه المشكله اللي انا فيها. عشان كده انا بنصح شويه كل الاعمار، مش بس الناس الكبيره او مش بس الناس اللي في سني، لا الشباب كمان الصغيرين. انت تقدر من صغرك زي ما قلت تجيب ستوري صغننه جدا لابنك او بنتك وتقروها سوا لحد ما يكبر ويبتدي دماغه تبقى بيفهم احسن، يقدر يستوعب روايه او كتاب معين. تبتدي تجيب له كتب ينمي بيها ثقافته وينمي بيها عقليته، ما تخليهوش دايما دماغه مقفوله عن المجتمع الصغير اللي هو فيه، او مقفوله على صحابه، او مقفوله عن، لا يعني حاول تشغل وقته، حاول تضغط انك دايما تشغل وقت ولادك او بناتك. الموضوع ده صحي جدا 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 جدا. مش عارفه انا بعمل ايه. المهم يعني رغيت كتير في القصه دي، يمكن عشان بحبها قوي قوي قوي، وعشان انا غاويه الكتب قوي قوي قوي، عندي كتب كتير فحبيت ان انا اوريها لكم، لان الكتب دي بجد من الحاجات اللي انا كنت بقعد ادور كتير قوي ايه احسن كتب في السوق يعني. والكتاب اللي انا بقراه هو اللي بعينه، لو كتاب ما عجبنيش ما بحطوش عندي اصلا. فكنت حابه اشارككم بس في التجربه اللطيفه دي، ان انا الفتره الجايه ان شاء الله هبتدي اقرا كتاب من الاثنين، وبنسبه كبيره زي ما قلت لكم هيبقى انت مني. وان شاء الله هقول لكم يعني في فيديو تاني ممكن او عن الكتاب وعن وجهة نظري في الكتاب، وممكن انزله عندي على الانستجرام او على الفيسبوك، لسه مش عارفه. وبشكركم جدا 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 لو لسه مكملين الفيديو بتاعي. انا عارفه ان الفيديو ده طول قوي قوي قوي، بس بجد الفيديو ده هيبقى مختلف بالنسبه لي، وحاجه من وجهة نظري حاسه ان انا بوري شخصيتي، انا بوري هبه بقى، يعني غير القصص اللي فاتت دي كلها، لا انا بوري نفسي، وده ده عاجبني قوي قوي قوي. ويا رب يعجبكم، ويا رب تكونوا مبسوطين لحد دلوقتي من القصه كلها، ويا رب تكونوا اصلا مكملين الفيديو عشان انا عارفه ان هو طويل قوي قوي قوي. وعاوزه اعرف رايكم في الفيديو، وعايزه اعرف رايكم في اللي انا اتكلمت فيه وفي الحاجات دي. ولسه في ستيب رابعه ان شاء الله في يوم تاني.
ويلكم باك للمرة الرابعة على التوالي في نفس الفكرة ونفس الفيديو. دي اخر مرحلة عشان انا حاسة ان انا زهقتكم جدا جدا جدا. انا مش عارفة انا بقالي قد ايه بصراحة بتكلم، بس بقالي كتير قوي. بس انا مبسوطة جدا 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 على فكرة بقى بفكرة الفيديو قوي 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 قوي. حاسة ان انا كمان اتبسطت الفترة اللي فاتت بجد. حاسة ان انا بعمل حاجة جديدة. فالموضوع بسطني قوي. بس قبل كل ده عايزه اقول لكم بس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير. عايزه اقول لكم ان انا بدات فعلا في ان انا قريت الكتاب جزء كبير منه. عجبني جدا 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 وشددني جدا 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 وبسطني. حاسه ان انا بصحى من النوم حاسه ان انا النهارده انا في حاجه هعملها، فانا مبسوطه. يعني من الحاجات اللي مفرحاني قوي كمان ان انا حاسه ان انا بعرف الناس حاجه. انا بسطاني ان انا من الناس اللي صعب قوي اي حاجه تبسطني. لما بدخل في مود اكتئاب مثلا او بحس ان انا مخنوقه شويه او مضغوطه نفسيا، لا بحتاج وقت طويل جدا 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 عشان اطلع من القصه دي. بس ملي يعني بحاول المرة دي ان انا اساعد نفسي بنفسي. طبعا ده لا غنى على الناس اللي حوالينا، على اهلنا وصحابنا والناس اللي بنحبهم، مفيش غنى عنهم تماما. بس يمكن المرة دي كنت حابة ان انا الموضوع يبقى مختلف، ان انا اعمل ده بنفسي، ان انا اعمل حاجات جديده. بصراحه الرياضه، لا انا طول عمري بتمرن عادي جدا. انا كنت موقفاها الفتره اللي فاتت دي كلها فتره الكورونا عشان ما كنتش عارفه اتمرن. طب ايفن انا مش عارفه اتمرن، ممكن يعني اظبط القصه دي مع نفسي في البيت، في الشارع، انزل اتمشى، انزل اجري، يعني اقدر اعمل اي حاجه. القرايه مثلا انا بحبها جدا 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 وبقالي سنه موقفه القصه دي. طب ليه؟ مع انها حاجه ممتعه جدا وبتحسسني ان في حاجه انا بعملها مختلفه في اليوم، وبحس ان انا جوه القصه، بحس ان انا زي ما تكون متابع مسلسل. كمان قصه انك تقرا بتبقى حاجه مختلفه عن انك تشوف. انا بحب ان انا اقرا اكتر من ان انا كمان اشوف. من الحاجات برضو اللي كنت بفكر فيها المره دي هتبقى مفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد يعرفني، لان انا حد هايبر اكتف جدا. انا سريعه، انا رتم حياتي سريع. انا كل حاجه دايما احب الحاجه، انا حاميه جدا في حياتي. يعني الحاجه عايزاها دلوقتي. ما بحبش اقعد. انا حد سريع جدا وحد اكتف جدا 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 جدا. فان انا افكر في حاجه رتمها هادي قوي ده بعيد كل البعد عن تفكيري وعن طريقتي وعن الحاجات اللي انا يمكن بتشدني. بس قلت ما اجرب، يعني هخسر ايه؟ مش هرجع تاني، مش هعملها تاني، هجربها وهقول لكم برضو فعلا فادتني ولا لا. بس انا مبسوطه ان انا خدت الخطوه دي. ايه هي الخطوه دي؟ المديتيشن، التامل. من فتره طويله كنت باخد كورس، وكان معايا واحده في الكورس بنت هاديه قوي لطيفه قوي، يمكن هي تكون بتسمعني الله اعلم. فساعتها لقيتها بتقولي على قصه المديتيشن. فانا ما اعرفش ايه المديتيشن ده اصلا، مش فاهمه ايه المديتيشن ده. انا يعني لا، يعني عمري ما سمعت عنه او عمري مش فاهماها. انا اسمع عن اليوجا، لكن المديتيشن دي كانت بالنسبه لي حاجه جديده قوي. فلما انا كنت في الاول فاكراها نفس فن اليوجا ونفس الفكره، قالت لي لا الموضوع مختلف. يعني اليوجا بتعتمد ملي على الفلكسبيليتي بتاعت الجسم، ان انت بتعمل تمارين معينه بتخلي جسمك مور فلكسبل. حاجه مختلفه تماما. بس المديتيشن ليها علاقه بالعقل، ليها علاقه بتصفيه الذهن. فساعتها بصراحه ما اهتمتش بالموضوع لانه مش من الحاجات اللي ممكن افكر فيها، او مش من الحاجات اللي انا بحبها اصلا. فكبرت دماغي لحد برضو من فتره سبحان الله هي جت قدامي كده، فقلت طب ليه لا ما اعملهاش. طب ما انا من الحاجات اللي بحبها قوي ان انا بالليل كده وانا قاعده في الرواقه وقاعده لوحدي كده وبشرب كوبايه الشاي، اسرح كده بخيالي في حاجه انا نفسي اعملها. مثلا حاجه حصلت مثلا في يومي، بفكر انا رتبتها صح، انا عملتها صح، طب انا هعمل بكره مش عارف ايه. ابتدي اسرح بخيالي كده. ممكن ابقى عامله اضاءه هاديه في البيت وميوزك خفيفه وقاعده سرحانه في فكره. طب ما
ليه ما استغلش النقطه دي بطريقه صح؟ يعني ايه بطريقه صح؟ يعني بطريقه علميه. فافتكرت كلمه البنت ساعتها على قصه المديتيشن، وعلى ان هي حاجه enjoying جدا جدا جدا، انها بتستمتع بيها، وانها مفيده جدا 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 لجسمها، وانها مفيده جدا 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 لطريقه تفكيرها. فقلت طب ما اجربها. فقلت ان انا هقول لكم على الفكره وهجربها، وان شاء الله كده برضو في يوم في فيديو تاني هقول لكم فعلا على النتيجه اخبارها ايه وفرقت معايا ازاي، و... وحقيقي فادتني في ايه. فبدات اقرا كتير على قصه المديتيشن عشان افهمها الاول. طبعا بصراحه الموضوع يعني حتى تل ناو الموضوع بالنسبه لي لا يعني مش سهل قوي، حاسه ان هو لا في حاجات كتيره قوي. بعدين قصه ان انا ابقى مصفيه ذهني دي صعبه. زمان كانت بالنسبه لي سهله لما ما كانش في حاجات بتشغلني كتير، بس دلوقتي لا. انا لما ببقى قاعده بالليل وعايزه اصفي دماغي بس لحظه ما بعرفش فعلا. قصه ان انا افضي دماغي من كل المشاكل اللي انا قابلتها في اليوم وكل الخناقات وكل الكلام ده كله لا حاجه صعبه. فده رقم واحد كنت من الحاجات اللي انا قلت هعاني عشان اوصل للمرحله دي، ان انا اصفي دماغي من اي حاجه سلبيه، وان انا ابتدي افكر في نقطه ايجابيه معينه افكر فيها. رقم 2 ان انا اقعد كل يوم مده معينه من الوقت ايا كانت المده دي، ان انت بتبتدي في الاول 3 دقايق، بعد كده بتبتدي تزود كل يوم لحد ما ممكن توصل لساعه. ان انا اقعد المده دي كلها ما بعملش اي حاجه غير ان انا قاعده ساكته وسرحانه في اللاشيء، او سرحانه في حاجه معينه، او بتامل حاجه معينه، او انا مركزه في صوره معينه، او انا مركزه في السماء مثلا، او مركزه في حاجه في اللاشيء. انا ما بعرفش اعمل القصه دي. ف قلت لا يعني اجرب، مش هخسر حاجه، بس بالعكس انا ممكن استفاد جدا. فبدات زي ما قلت ان انا قريت في القصه دي كتير قوي قوي قوي. لقيت ان من الاساسيات في قصه المديتيشن مثلا رقم 1 اللبس. ما ينفعش مثلا وانا في التامل ابقى لابسه حاجه كده، لا لازم حاجه مريحه جدا جدا جدا. رقم 2 ان انا شكلي كويس، ضوافري شكلها حلو، نظيفه، ريحتي كويسه، ان انا مفيش حاجه مضايقاني من شكلي انا يعني الخارجي والداخلي. رقم 3 ان انا اختار وقت مناسب، ان المكان اللي انا هبتدي فيه المديتيشن ده يكون هادي. ما ينفعش اختار وقت اصلا ان انا مثلا هبقى قاعده في اوضتي وفاتحه مكان المفروض يدخل فيه هواء طبيعي في دوشه جنبي. نو واي اصلا ادخل في يعني في قصه التامل دي اصلا، ولا ان انا اصفي ذهني. فاختيار الوقت او المكان المناسب. ومع اختيار الوقت والمكان المناسب كان لازم كمان من الحاجات المهمه جدا ان انا اركز انا اكلت ايه قبل ما ابتدي السيشن دي. يعني انا ما ينفعش اكل حاجه تقيله اصلا لمده قبل السيشن ب4 ساعات مثلا. ما ينفعش اخد كافيين، قهوه بقى، شاي والحاجات دي، لا نحاول ان احنا نكون يعني لو مش هتشربي حاجه من الحاجات دي يبقى بدري قوي. ومن الحاجات برضو اللي كنت بفكر فيها ان انا مثلا الحركه دي بتضايقني جدا، مش هقدر اعملها كتير، ممكن اتعود عليها بعد فتره، بس قصه حركه صباعي دي انا ما بحبهاش، ممكن تشنج لي كمان صوابعي، لا بتضايقني فعلا، بحس ان انا متعصبه، لا انا يعني ايه اقعد كده فتره طويله. لما قريت القصه دي لقيت ان لا انا مش مجبره دي تبقى القعده، مثلا انا اقعد القعده اللي تريحني، بس في اساسيات منها ان انا ما ينفعش ابقى قاعده كده، لا لازم ابقى فارده ظهري جدا جدا جدا، ان انا اكون في العمود الفقري في وضع مستقيم. ده حاجه برضو. ان انا اختار وضعيه مريحه ليا، وان انا وضعيه يعني الراس تبقى بنفس يعني متوازيه مع الكتف، وابتدي انزل وشي ووصل تحت براحتك. حابب انك تبقى عينك فاتحها او حابب انك تبقى مغمض عينك، دي حريه شخصيه. بس الافضل فيها ان انت لا طبعا تبقى مغمض عينك عشان مفيش حاجه تشغل تفكيرك او حاجه تاخد عينك فجاه كده وانت سرحان او انت بتفكر او انت اوريدي في فتره التامل بتاعتك.
اكتشفت ان ليها فوائد جسمانيه كتيره جدا 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 جدا. يعني معرفتش انا ما اقدرش اقول لكم عليها دلوقتي، انا كنت عايزه اكتبها في ورقه كده واقولها لكم من كتر ما هي كتيره جدا جدا جدا. اكتشفت ان هي مفيده جدا 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 للقلب، اكتشفت انها مفيده جدا 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 للنفس، انها بتظبط النفس، واكتشفت انها مفيده جدا 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 للعظم. معرفش ازاي، بس ما قريتش لسه، يعني انا لسه بكمل. اكتشفت انها مفيده جدا للناس اللي عايزه تعمل دايت برضو مش عارفه ازاي، بس اكتشفت انها مفيده. اكتشفت انها مفيده للهضم، بتساعد على النوم بعمق وتهادي. اكتشفت ان هي ليها فوائد كتيره جدا 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 جدا. اهمهم بالنسبه لي بقى في اللحظه دي انها بتخرج الطاقه السلبيه من الجسم، انها بتخرج اي فكر سلبي انت بتفكر فيه او جواك، هي بتخرجه، لان هي بتبتدي توجه دماغك ناحيه حاجات ايجابيه. انت لو عندك مشكله انت هتعرف تحلها، انت لو عندك ازمه في شغلك انت هتعرف تحلها ان شاء الله طبعا، انت لو عندك اي حاجه بتفكر فيها انت هتوصل لاحسن نتيجه فيها، نتيجه ان انت اوريدي فكرك صافي. بس ده مش معناه ان انا اعمل سيشن 3 دقايق وان انا مستنيه النتيجه. انت لو عندك مرض معين ورحت للدكتور عمره ما هيبقى فيه نتيجه من اول مره، انت محتاج تستمر وتستمر صح. فانا قررت ان انا ان شاء الله هبتدي المديتيشن. مش عارفه بقى ان شاء الله النتيجه تبقى عامله ازاي، ادعوا لي بقى في القصه دي وان انا اعملها صح، لان انا زي ما قلت لكم الموضوع بالنسبه لي مش سهل خالص، الموضوع بالنسبه لي صعب جدا 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 جدا. مش عايزه اطول عليكم، انا كنت حابه اوري لكم كل الستبس اللي انا فكرت فيها، وانها ممكن تكون ايجابيه جدا 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 في ان انت تخرج من حالة اكتئاب، او انك تخرج من حالة خنقة او ضيق انت فيها. جربت حاجات كتيرة فيها بصراحة. من الحاجات اللي انا اقدر اريكومندد جدا 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 الموضوع ده، لانه فرق معايا قوي 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 خلال الكام يوم اللي فاتوا. اثر بسرعه، يعني اثر على ايه، انا فرحانه بيه. الكتاب اللي انا بقراه دلوقتي انا مبسوطه بيه جدا 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 جدا. انا لسه بكمل الحاجات التانية وان شاء الله يكون ليها نتيجه كويسه. عايزه اقول لكم ان مفيش حاجه في الدنيا ملهاش حل. مفيش حاجه في الدنيا نقدر ناخدها انها سلبيه وما نفكرش. حتى الاكتئاب اللي عندنا ممكن انك تستغله بحاجه ايجابيه، ما تستغلوش ان هو حاجه وحشه. انا دايما بقول ان الاكتئاب ده بيبقى احيانا نوع من انواع الرفاهيه بالنسبه لناس كتيره ما عندهاش وقت اصلا للاكتئاب، بس انا ملي عشان انا دلوقتي يعني عندي وقت كتير جدا جدا جدا. ف فلا كنت سامحاله انه يبقى موجود في حياتي بسهوله جدا جدا جدا. بس انا قررت لما قعدت مع نفسي ان انا مش هسمح لحاجه زي دي تاثر على نفسيتي، مش هسمح لحاجه زي دي تضايقني، لان انا من الناس اللي لما بتضايق بيأثر بالسلب على شكلي، على كل حاجه في حياتي. انت لو شفتيني كده من بعيد هتعرف ان انا مكتئبه. بجد السعاده الداخليه او الخارجيه بتأثر علينا، على شكلنا، على ضحكتنا، على فكره، على كل حاجه في حياتنا، على بيتنا. بتحس قد ايه ان انت مبسوط وقد ايه انك مفرح اللي حواليك. فما تنساش نفسك وما تنسيش نفسك وما تنشغليش بحياتك وببيتك وبالدنيا السريعه اللي احنا بقينا فيها، وتنسي نفسك او تنسى نفسك. نفسك مهمه قوي 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 عليك. لو اهتميت بيها بجد انت هتبقى ورده. ده اقتناعي الشخصي، او انت هتبقي ورده تبسطي الناس كلها، لان انت اوريدي مبسوطه وفرحانه. لو بداتي بنفسك او لو انت بدات بنفسك هتنجح وهتبسط نفسك، فملي هتبسط كل الناس اللي حواليك. بيتك هيبقى سعيد، ولادك هيبقوا مبسوطين جدا وسعداء ونفسيتهم سويه جدا 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 جدا. فانت مش بس هتأثر بالإيجاب على نفسك، انت هتأثر بالإيجاب على كل الناس اللي حواليك. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، انا عارفه انه كان طويل قوي قوي قوي،
لو كملتوا لي الاخر انا يعني الموضوع ده هيفرق معايا قوي، هكون مبسوطه جدا جدا جدا. يمكن اكون قدرت اوصل رساله معينه، يا رب اكون ونجحت ولو بنسبه 1% اني اخلي حد يعني من انه تفكير سلبي او ان هو مش مبسوط، ان هو يتجه انه يغير من القصه دي، وان هو يهتم انه يغير عشان نفسه مش عشان حد. لان انت لو بدأت بنفسك الاول الموضوع زي ما قلت هيجي بالايجاب على كل اللي حواليك. انا كده خلصت كل اللي عندي، الفيديو كده بالنسبه لي خلص. ما تنسوش بقى تتابعوا القناه، تعملوا سبسكرايب ولايك وشير كتير جدا 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 عشان القناه توصل لاكبر عدد ممكن. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من عندي. وبحبكم جدا 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 جدا.